كلمة قمرة دي لفت العالم كله ووصلت لأوروبا وتحورت وبقت كاميرا. يعني لما بتقول كاميرا انت بتنطق كلمة عربية أصيلة من 1000 سنة. بس ده مش الأهم. الأهم إن ابن الهيثم من التجربة دي أثبت حاجة غيرت الفيزياء كلها. أثبت إن الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة، ولما بنشوف أي حاجة ده لأن الضوء بيقع عليها وينعكس على عينينا، مش العكس. يعني ايه مش العكس؟ قبل ابن الهيثم اكبر عباقرة اليونان اقليدس وبطليموس كانوا مقتنعين بنظرية غريبة جدا. كانوا بيقولوا ان العين هي اللي بتطلع اشعة وتقع على الاشياء فبنشوفها. يعني على حسب كلامهم ده عينينا بتطلع ليزر زي سوبرمان. وطبعا الناس صدقتهم لانهم كانوا ناس كبار في العلم، لحد ما جه ابن الهيثم وقال ان الكلام ده مش منطقي خالص، وسألهم سؤالين بسيطين جدا. السؤال الاول، لو عينك بتطلع نور ليه مش بنشوف في الضلمة؟ والسؤال التاني، لو النور طالع من عينينا فعلا ليه لما بنبص للشمس عينينا هي اللي بتوجعنا؟ وده كان قصف جبهة تاريخي على الفلاسفة الكبار. ابن الهيثم دخل في تشريح العين بدقة مذهلة، شرح ازاي القرنية بتشتغل وازاي الشبكية بتستقبل الصور وازاي العصب البصري بيوصل المعلومة للمخ، وكل ده من 1000 سنة. عشان كده اتلقب بأبو علم البصريات بلا منازع. بس أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، كل اللي قلته لك ده الكاميرا وعلم البصريات وتشريح العين ده كله عظيم فعلا، بس مش أعظم حاجة قدمها ابن الهيثم للبشرية. أعظم حاجة قدمها فعلا هي إنه علمنا إزاي نفكر. قبل ابن الهيثم كان العلم عبارة عن واحد كبير يقول كلام والناس تصدق وخلاص. اقليدس قال يبقى صح، ارسطو قال يبقى صح، اي حد قديم قال يبقى صح. مفيش حد بيسأل ومفيش حد بيجرب ومفيش حد بيشك. ابن الهيثم كتب في كتابه الشهير المناظر جملة هي أساس العلم الحديث كله. قال إن الباحث عن الحقيقة مش هو اللي بيقرأ كلام القدماء ويصدقه على طول، ده هو اللي بيشك ويسأل ويثبت بالدليل والتجربة. الراجل ده من 1000 سنة قال لنا ما تصدقش أي كلام من غير دليل حتى لو أنا اللي قلته. وده المنهج اللي قام عليه العلم الحديث كله في أوروبا بعد كده بقرون، لما قرأوا كتبه وترجموها وقالوا إنه أحد أهم العلماء في تاريخ البشرية. ابن الهيثم مات سنة 1040 ميلادية في القاهرة، وساب وراه أكتر من 200 كتاب في علوم مختلفة. بس الأهم إنه ساب وراه طريقة تفكير غيرت العالم. كل صورة بتلتقطها بموبايلك، كل فيلم بتتفرج عليه في السينما، كل نظارة طبية بتساعد حد يشوف، هي دين في رقبتنا للعبقري ده. المرة الجاية وانت بتقول لحد شغل الكاميرا افتكر انك بتنطق كلمة قمرة، الكلمة العربية الأصيلة، وافتكر الراجل اللي قعد في الضلمة عشان ينور العالم كله. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير عشان الكلام ده يوصل لأكبر عدد مهتم. وقول لي في التعليقات ايه أكتر معلومة صدمتك عن ابن الهيثم. أنا شايف تعليقاتكم وبرد عليها.